صدعنا من قانون الإيجار القديم. كل يوم قرارات وكل يوم برلمانات وكل يوم اجتماعات. هو قانون الإيجار القديم يا جماعة اللي كان ينفع سنة 90 ما ينفعش سنة 2025. أنا معاك. والفلوس اللي كانت بتدفع سنة 90 أو سنة 70 أو سنة 60 اللي هي ال5 جنيه وال4 جنيه وال20 جنيه ما ينفعوش في 2025. أنا متفق معاك مليون المية. لكن في حاجة، حضرتك لما تيجي تعمل القانون ده او ما تيجي تطلع القانون ده لازم تحط في دماغك ان في ناس ارامل موجودين في البيت ده، ان في بنات يتامى موجودين في البيت ده. فانت حضرتك لما تيجي تقول بعد 5 سنين هيطلعوا يقعدوا في الشارع، يعملوا ايه في الشارع؟ حضرتك هتوديهم فين؟ ما لازم تفكر في الناس دي. ده اولا. ثانيا، عشان ما تظلمش الملاك، حضرتك زي ما انت قلت هترفع الايجار بس بنسب حسب المناطق اللي فيها البيوت القديمه. يعني محطه الرمل ما تبقاش زي العصافره، ما تبقاش زي المنظره قبلي. هترفع الايجار بنسب بحيث ان هو ما يبقاش 20 جنيه وما يوصلش ل 3000 جنيه. هيبقى في نسبه الناس تقدر تدفعها علشان تعمل توازن في المجتمع. ده اولا. ثانيا، حضرتك كان القانون بيقول ان وريث واحد وبعد كده يطلعوا بره الشقه او يعلوا الايجار. انا متفق معاك، لكن برضه انا ما اقدرش اجي على ارمله وارميها في الشارع. امال فين الرحمه؟ اعلي ايجارها بالنسبه اللي تقدر تدفعها، انا معاك برضه، لكن ما اقدرش ارميها في الشارع. بعد ما تموت خد الشقه. ما اقدرش اجي على بنات يتامى قاعدين في الشقه وابوهم وامهم ماتوا وهم ما لهمش مكان تاني وارميهم يقعدوا فين؟ ما بقاش في حد يستحمل حد. فقبل ما تطلع قانون عشان تنسب فيه المالك فكر في المستأجر هيروح فين. ارفع النسبة علشان المالك ما يتضرش، صح، لكن ارفع النسبة مناطق مناطق. خالد بن الوليد مش زي سيدي بشر، سيدي بشر مش زي العزب اللي جوه. كل منطقة وليها ظروفها. فياريت يبقى التفكير في الصندوق ده. ما نعملش قانون يلزم الكل ونطربقها على الكل. تيجي انت كمان 5 سنين تلاقي عندك 7 مليون واحد في الشارع مش لاقيين سكن وانت مش لاقي تسكنهم. هيقعدوا في خيم ولا هيعملوا ايه؟ يا ريت نفكر. يبقى الكلام ينسف ده وينسف ده، لا يضر ده ولا يضر ده، عشان البلد تمشي. وانا برضك نفسي اسال السيد رئيس الوزراء سؤال. هو سعادتك عمال تطلع القوانين دي كلها وانت شايف الظروف الاقتصاديه اللي الناس عايشه فيها. طب ما تصبر علينا شويه وتصبر على نفسك شويه بحيث ان الناس ما تزهقش منك. يا رب حد يوصل له الكلمتين دول، يتوب علينا ربنا.